السلام عليكم. هذا الفيديو هذا بمثابة رسالة لك. إلا طلع لك حبس، ما تفوتش هذا الفيديو، وقف شوية وعطيني وجهيناتك، لأنه الشيء اللي غادي نقول لك في هذا الفيديو هذا كيهمك أنت كشاب أو شابة، كنتي كبير ولا صغير. هذا الفيديو كيهمك بزاف، وما كرهتش أنه يتبارطاجا على أوسع النقاط باش تعم الفائدة، وعلى الأقل اللي قدرنا نعتقوه. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. وقبل ما نبدا خليني واحد لايك للفيديو وتابونا معايا في لاباج ديالي. مرحبا بكم، الف مرحبا. معكم اسماعيل، ومرحبا بكم في صفحه سيدمو اسماعيل. الرساله ديالي لك هي غادي نقول لك فيق من النعاس. كلكم عندكم احلام بتوصلوا لها، بغيتي تحقق الاحلام ديالك، ركزوا معايا وطبقوا هذا الشيء وغتوصلوا ان شاء الله، وانا طيق فيكم، ما تخافوش. ديما البدايه كتكون صعيبه، ولكن اذا كنتي ضعيف وما عندكش الرغبه والعزيمه والصبر والقوه، وما كنتيش طايق في راسك، راه ما عمرك ما غتوصل. غتبقى عايش نفس المعيشه حياتك كامله او اقل منها. فيقوا، بركه من النعاس. راه الحياه ديالك والسعاده ديالك راه بين يديكم. ما ديروش السبب بديك الجمله الشهيره ديال وهاد البلاد السعيده ما عطاتنا والو، وهاد البلاد ما تسبش فيها هذاك الشيء. متفق معكم، ما عطاتكش مثلا، ولكن انت شنو كدير؟ انت نعستي وتتشوف راسك عايش في الفقر، عاجبك الحال. النهار اللي غتمرض لك امك وما غتلقى حتى باش تداويها، اش غتبقى دير؟ غتبكي ولا تموت وتندم واحد الندم شديد ما نفعتيها بوالو. هذه واحد الشوي من بزاف. صافي تسدات قدامك الباب ولا جوج ولا ثلاثه ديال البيبان، صافي واستسلمتي بالسهوله. صافي الضعف والعز وبلا بلا بلا بلا، داكشي غادي يكون في الدم. نوضوا خدموا على راساتكم. واخا تصورها 100 درهم في النهار، شي تخدمها ب 3000 درهم في الشهر، ما كاينش مشكل. احسن ب 1000 درجه من النعاس. واخا توفر من اللي وفرتي، غتلقى راسك شهر على شهر بديتي كتجمع في راس المال ديالك، الحياه ديالك كتبدل. هادشي ماشي باش غتستمر فيه، ولكن غير بيد ما تدبر على شي خدمه ما احسن، تقدر دير شي بروجي ما احسن، تقدر دير تقلب باش انك دير شي دوره تكوينيه تخلصها من فلوسك. وديك الساعات سي الله يسهل عليك وراسك مرفوع وعايش بكرامتك. غير بدا والبيبان غتفتح قدامك. عمر النعاس والبكا ما كان حل. غيجي واحد النهار وغتوصل فيه بالصبر وبالاستمراريه ديالك. حياتك ما غيوقع فيها حتى شي تغيير الا بالشغف وبالحماس ديالك، لانه ما غيغير لك داكشي لا شغف ولا حماس ولا صحاب ولا فلوس ولا دعاء. الا ما عقلتيهاش وتوكلتي على الله، ربي ما قالش غير توكل عليا، لك اعقلها وتوكل. يعني اعقلها، خدم وتعذب وضرب تماره وعرق ونشف، عاد دعي الله يسهل عليك شي حاجه. متفقين؟ حيت ما كايناش حاجه سميتها اوكي صافي واخا، لا، خاص نقول ان شاء الله اكيد غادي ندير ديك الحاجه. من بعد ما تعقلها وتوكل، خاصك تخطط وتدرس الهدف ديالك من جميع الجوانب ديالو وتخدم عليه. دير شي خطه تكون مضمونه وتكون منطقيه اللي غتوصلك، ولكن اهم حاجه هي النهايه. هذه اللي كتهم. طيح ونوض وعرق ونشف، المهم هو انه خاصك توصل. الا شي واحد لقيتيه مثلا خدام واصل وجلستي معاه وبدا كيعاود لك المسيره ديالو، راه غتجيك البكيه. دوك رجال الاعمال دابا اللي غادي نقولوا ناجحين واصلين، حتى هما راه بداو من الزيرو. موظف سالاري حتى هو راه بدا من الزيرو، دخل بدون تجربه بدون اي حاجه، ولكن الحمد لله راه هو الصالير غادي مزيان. المهم هو الانسان ينوض يخدم وما يبقاش يسبها في البلاد. لا ما عطاتنيش، ما دارت لي. اش بغات دير لك هاد البلاد؟ اش بغات دير لك مثلا؟ واش بغات تجي تشدك تفيقك من المنطاد، تحيد عليك، تفطرك، توكلك، تشربك، تلبسك؟ اش بغات دير لك؟ ما يمكنش. نوض توكل على مولانا ونوض دير السبب، ونوضوا خدموا على راساتكم، ما تبقاوش عاطلين على النعاس. راه داك الشيء عندكم في الدم. وقوه الهضري داك الشيء عندكم في الدم، وقوه الشكا والبكا عندكم في الدم. داكشي خاصكم تحيدوه. نوضوا خدموا راساتكم، نوضوا توكلوا على الله، وهذا الشيء اللي عطا الله. كان معكم اسماعيل، تهلاو ليا في راسكم.